صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه هذا الصوت. يا من تستيقظ على وهج يوم جديد، عندما تفتح عينيك ليس فقط لتشرق الشمس، بل لتشرق آمالك، أحلامك، وتلك الدعوات الخفية التي ينبض بها قلبك. اليوم هو فرصة لكتابة قصة جديدة، فصل جديد في كتاب حياتك الذي يضم بين صفحاته معاني لا تنتهي. دعنا نمشي معا بخطى هادئة نحو أرض الحكمة والإلهام، حيث تصبح كل لحظة درسا وكل نفس رحلة في عالم الذات. سكينة قبل البدايات. في ساعات الفجر الهادئة تسبق ضوضاء اليوم. هناك عالم لا يسمع منه سوى صوت قلبك. في هذه اللحظات يكون للسكينة معنى أعمق من مجرد غياب الضوضاء. إنها فرصة للقاء الذات بكل صراحة. اجلس وتوقف عن الركض خلف الزمن. انظر حولك كيف يمتزج ضوء القمر الباهت مع أول خيوط الفجر. كل هذه الظواهر تحمل في طياتها رسائل عن التجدد، عن الفرصة الثانية، عن كيف أن كل بداية جديدة تحمل بين طياتها أسرار النهاية القديمة. اسأل نفسك: ما الذي يمنحني السكينة في هذا الصباح؟ هل هي تلك اللحظات التي تمر دون أن ألتفت للخلف، أو تلك اللحظات التي أعيد فيها اكتشاف ذاتي؟ هذه السكينة إن ما تعنيها لك هي الممداد الذي ستستمد منه طاقتك لبقية اليوم. الحوار الداخلي واللقاء مع الذات. في زحمة الأصوات التي تملأ حياتنا اليومية غالبا ما نغفل عن الحوار الذي يجرى داخلنا. هذا الحوار هو الرسالة التي يخطها عقلك وقلبك معا ليرشدك نحو الحقيقة. في كل صباح حينما تقف أمام المرآة اجلس مع نفسك لسوالف طويلة تتحدث عن الهموم والأفراح، عن النجاحات والإخفاقات. استمع إلى ذلك الصوت الذي ربما يكون هادئا لكن يحمل بين طياته قوى تغير مجرى يومك. أسئلة كبرى تصاحبنا في كل صباح: من أنا؟ ما الذي أبحث عنه في هذه الحياة؟ كيف يمكنني أن أكون أفضل نسخة من نفسي؟ في هذه اللحظات التأملية لا توجد أجوبة صحيحة أو خاطئة، فقط بصيص من الحكمة ينير الطريق. تعلم أن تعطي نفسك حقها من الرفق والحنان.